كتبدا القصة مع واحد اليوتيوبر تيعلن واحد اللعبة سميتها الأخطبوط. اللعبة فيها 8 المباريات وغادي يشاركو 8 لاعبين وغادي يربح واحد. في جهة أخرى كنشوفو كاري، وهاد كاري بياسة معلم. السينات عطاتهم الأجهزة الإلكترونية ديالها بحال جميع المشاركين. البلاصة اللي فيها هما دابا كتبان عامرة كاميرات، وشوية هما واقفين بان جاك صبرو في واحد الشاشة وبدا يشرح لهم أول لعبة غيكون سميتها آلا سايمون. إلا قالك زيد القدام خصك تزيد، قالك نقص خصك تنقص، ولكن حتى تسمع آلا سايمون قبل منها. ولكن لا، قال غير نقص بلا ما يقول آلا سايمون ونقصتي كتخسر. غادي يبقاو يلعبوا هاد اللعبة حتى يبقاو غير 8 اللي غادي يتأهلوا باش يكملوا الألعاب اللي مازالين. مورا مسألة جاك صبرو الشرح دخل واحد الساطلة فيزي ديال الثعلب هو اللي غادي يبقى يتكلم بالخاسرين. والفوق كنشوف واحد المقنع شاد السلاح ومنيش عليهم. بداو أول جولة قال لهم ديروا يدكم على راسكم بلا ما يقول آلا سايمون. واحد الصاد 11 هو يدير يدو على راسو وهو يشد الثعلب. جبدوا واحد من طرقه صار ضيبه البنان في الاخره. هنا المشاركين برد لي من الماث الركابي. بدا واحد المقنع تيقول لهم نتحرك شي واحد غادي يوقع لهم بحال صاحبهم. وحده تخلعات وغتعلق هو يتير على هذاك المقنع اللي منيش عليهم من الفوق. هنا صحابنا عرفوا بلي ما كيضحكوش معاهم، والحل الوحيد باش يخرجوا من هنا هو يروحوا الالعاب اللي مازالين. شويه قال لهم آلا سايمون حبسوا الانفاس ديالكم، ولكن وحده كانت دايخه من داكشي اللي كاين تما وهي ترد عليهم. عمر السلاح ديك المقنع ويتير عليها. من بعد بان جاك صبرو في الشاشه وقال لهم ثالث اللعبه الاولى و8 هما اللي تاهلوا. دابا خصهم يقدموا راسهم للكاميرا. اول وحده دازت هي كاري، قالت لهم سميتها وقالت مغنيه. موراها داز ايجي يوتيوبر وجيمر، ماكسين كوميديا، روس طباخه، الخامس سكويش، والسادس رجل اعمال سميتو والتر، السابعه جيس استاذه ديال الرياضه، وهذه شانساي صانعه محتوى الاطفال على الانترنت. مورا ما عرفوا براسهم خدا المؤنى نسخه من الفيديو وعطاها لجاك صبرو اللي كان جالس مع خطيبته لونا كانت كتبان قانفه. بدا جاك صبرو كيطمنها وقال لها ما بقاش بزاف ونسافروا بمره. وهنا كنشوفوا صحابنا في البلاصه اللي غادي يبقاو ينعسوا فيها. خداو ليهم اللباس ديالهم وعطاوهم اللباس موحد. هاد الغزالات توحدوا مع بعضهم. والتر تحالف مع سكويش، الروس مشات تحالف مع ايجي ومعها مشى. في الصباح كنشوفوا جاك صبرو كيقدم لهم القوانين ديال اللعبه الثانيه اللي غيكون سميتها الحجله. فاش يكون اللون زرق يمكن لهم يتحركوا، ولكن فاش يولي احمر خاصهم يوقفوا في بلاصتهم. ملي تقصى اول واحد غادي تسالى اللعبه وغادي يتاهلوا الاخرين مباشره. بدا ايجي دوز كلشي مزيان، دازت جيس دوزت كلشي مزيان. جات النوبه ديال شانساي وهي كتلعب صفار سكويش وهي تحرك في اللون الاحمر. شات الثعلب مطرقه ودا عليها هذا تنفع هذا الدر وخلاها تتركل. واللي بقاو غادي يكونوا يتاهلوا مباشره. نمشيو عند جاك صبرو اللي غيكون مع خطيبته وحاطين التليفونات ديال المشاركين وكيجاوبوا عائلتهم باش ما يدخلوش عليهم. نرجعوا عند صحابنا اللي غيكونوا في اللعبه الثالثه. اللعبه عباره عن متاهه منفوخه بالريح. قوانين ديالها ساهلين، خاصهم يدخلوا من جهه ويخرجوا من الجهه الثانيه في اقل من دقيقه. طوعت جيس تبدا هي الاولى حيت مدربه ديال الرياضه ومولفه بالجرا والتحنيط. يلا دخلت المتاهه وهنا غتكون الصدمه. بدا الثعلب كيجري من وراها بواحد الكلامونيط وباين على شدها ان لا ودي احمد، ومن ظهرها قدرت تعلق عليه وخرجت من المتاهه. وصحابنا كيصفقوا ليها جات فيها واحد التيره ومشات تبيع البنان في الاخره. حيت فاتت دقيقه وغتكون اللعبه سالات تما وتجيس. وهنا كنشوف واحد المقنع كيخبع شي حاجه، ولكن شافوا مقنع اخر ودخل عليه قال له شنو عندك، ولكن ما داهاش فيه وخلاه وخرج. في الليل كنشوفوا خطيبه جاك صبرو خرجت تلاقى مع واحد المقنع حيدت القناع. وهنا كنعرفوا بلي صاحبتها وجابت ليها السم باش يقتلوا جاك صبرو. البلاصه اللي ناعسين فيها المشاركين كنشوفوا ايجي كيشوف الثعلب واش ناعس حيت ساعتين متحرك. يلا وغيهزها المطرقه شادو من يدو. كتعرف بنادم اللي كينعس واقف؟ لا، يلا تحرك لبلاصتك تنعس مع خوتك، ما كينخرج من هنا. يجي شدها بجريه وتحرك ينعس مع خوتو. هذه اللعبه الرابعه وسميتها الكراسي الموسيقيه. حطوا لهم 5 ديال الكراسي وخاصهم يبقاو يدوروا عليهم، وكل جوله كيتقصى واحد وكيحيدوا كرسي حتى يربح واحد. بداو المسابقه وبقاو كيتقصاو واحد مورا واحد. الروس بقات شاده مع سكويش، ولكن في الجوله الاخرى غفلها وغيبها وجلس عليه الكرسي وهكا غيكون ربح. صحابنا هنا عرفوا واحد الغشاش وخاصهم يتحدوا عليه باش يقدروا يربحوا الالعاب اللي مازالين. بالمناسبه صحابنا ما تقصاوش، تقصات روس حيت اللي تيبقى في الجوله الاخرى وما كيربحش المنافس ديالو هو اللي كيتقصى، وهذا الشيء ما كانش في راسهم. نمشيو عند روس
اللي جا عندها جاك سبرو وقتها راح ليها تكون من المساعدين ديالو باش ما يقتلهاش، وفاش تسالي المسابقة يخليها تمشي ومعها $1,000,000. هذه اللعبة الخامسة هي عبارة عن كاش. عندهم دقيقة باش يتخبعوا في شي بلاصة في الدار. من بعد غادي يقلب عليهم الثعلب، الاول اللي غادي يلقاه غادي يسرطوا يبيع البنان في الاخره. بدا العد العكسي وتفرقوا المشاركين يتخبعوا في شي بلاصة في الدار. تسالى العد العكسي وبدا الثعلب يقلب عليهم، وهو كيقلب سمع سكوش دار شي صوت، مشى كيجري يشوف ولكن هرب ليه ودخل البيت اللي فيه الشارف وماكسين. اجي داك الشارف اش كديروا هنا بجوج؟ الناس كتموت وانت كتكركر ياك. يلا وصل الثعلب دفعوا ماكسين تخرج لعندو، شدها الثعلب وشنق عليها حتى ودعات. هنا غتكون تسالت هاد اللعبه. نمشيو للاستوديو ديال جاك سبرو اللي غادي يكون عرف بلي المساعد ديالو جاب السم لخطيبته باش يقتلوه. طلب من الروس باش تقتلها وثبت ليه الولاء ديالها. بدات ليه هادي تنفع هادي الدار هادي تنفع هادي الدار وخلاتها تتركل. هذه اللعبه السادسه سميتها كرة الحبل. خاصك تضرب الكرة حتى تدور للجهات المنافس ديالك. لعبة كاري والشيباني، زربت عليه كاري هو يخسر والثعلب كيصفيها ليه حيت لقينا من على وجهه. هنا الثعلب سخط ديال بصاح وبدا عليه هادي تنفع هادي الدار هادي تنفع هادي الدار وخلاته يتركل بوحده. وهنا غتكون تسالت اللعبة ديالنا ونمشيو عند جاك سبرو. يلا عطاتو خطيبته يشرب العصير ولكن كان عارف فيه السم، قال لها شربي انتي عاد نشرب انا. هنا خطيبته تخلعت ونضت كتجري وهي هابطه في الدروج، جات فيها راس بواحد التيره وصرطتها تبيع البنان في الاخره. نمشيو عند صحابنا اللي غيكونوا في اللعبه السابعه. اللعبه سميتها الجلاد. كيبانوا كلمات في الشاشه ناقصين منهم شي حروف وانت خصك تحاول تلقاهم وتكمل الجمله. لا عرفتي الجمله كتربح، ما عرفتيش كتخسر. بدا سكويش جاب الجمله صحيحه وهكا غيكون ربح. بدا يجي يلعب ولكن ما عرفش الجمله، صرد له الثعلب واحد 500 فولت وصرطو يبيع البنان في الاخره. وهنا غتكون تسالت اللعبه وتاهلوا كاري وسكويش. هذه اخر لعبه وغيكون سميتها امسك العالم، واللي يربح فيها غادي ياخذ جميع حسابات ديال جاك سبرو وبزاف ديال الفلوس اللي غيعيشوه الاف السنين. قوانين ساهلين، حطوا لهم عالم وخاصهم يجريو واللي وصل له هو الاول ورفع العالم 3 ثواني غيكون ربح. بداو صحابنا يجريو وصلوا في نفس الوقت ولكن زرب ليها سكويش ودفعها وهز العالم 3 ديال الثواني، ولكن شافت كاري العالم الحقيقي مشات كتجري ليه هزته 3 ثواني. وسكوش مازال فرحان بالفوز، جا فيه واحد المؤنب بواحد الرصاصه وان الله ودي احمد. وهنا كنعرفوا ديك العالم دار تورس باش يخسر وتنتقم منه. هنا كتكون ربحت كاري وجا المؤنع خضرها. من بعد غيبوبه خفيفه لقات راسها في دارها ومحطوط فوق الطاوله القناع ديال جاك سبرو وورقه مكتوب فيها الايميل ومود باس ديال الحساب اللي ربحت. دازوا الايام وهنا كنشوفوا كاري تشارت بزاف من بعد ما طحات الفيديو ديال اللعبه وهي جالسه في الصالون. صرد لها واحد الصوت فيديو ديال جاك سبرو تاعني لها واحد اللعبه جديده ولكن محال واش غتشارك. وهنا كتكون تسالات القصه ديالنا ديال اليوم ونتلاقاو في فيديو جديد وقصه جديده. كان معكم حمزه، تهلاو.